هنرجع بالزمن لسنة 1893. الاحتفالية بمناسبة مرور 400 سنة على رحلة كريستوفر كولومبوس. احتفال زي ده كان بيجذب عدد كبير من السياح من كل أنحاء العالم، وكان بيحتاج خدمات كتير للسياح، ومن أهمها أماكن الإقامة. كان في أماكن كتير بتأجر أوض مفروشة للسياح علشان يقعدوا فيها لحد ما المهرجان يخلص، وبعد كده يرجعوا بلدهم. من ضمن الأماكن دي كان مكان اسمه القلعة، مكان عبارة عن فندق متكون من 3 أدوار. القلعة كانت قريبة من مكان الاحتفال، علشان كده ناس كتير قوي أجرت فيها خلال إقامتهم في أمريكا لحد ما يرجعوا بلادهم. جزء كبير من سكان القلعة كانوا ستات، وخلال فترة الاحتفالات ابتدت الجيران تلاحظ حاجة غريبة، إن اللي بيدخل القلعة ما بيخرجش منها. من بره القلعة ما كانش شكلها قلعة، كان شكلها مبنى سكني من الطوب الأحمر شبه أغلب المباني في الوقت الحالي. بس جوه القلعة كان في سر مدفون محدش عرفه إلا اللي دخلها. لو انت من زوار القلعة في البداية مش هتلاحظ حاجة غريبة، لكن لو حظك مش حلو ممكن تشوف اللي عمر ما حد هيصدقه. ممكن تتوه جوا جدران القلعة، تطلع سلالم كتير، لكن تكتشف إن السلالم ما بتوصلش لحاجة. هتفضل ماشي في متاهة ما بتنتهيش، ولو حاولت تنزل وترجع لنفس المكان حياتك هتكون في خطر. ممكن تلاقي الأرض اللي تحت رجليك اختفت فجأة، وتلاقي نفسك بتقع. ممكن تشم ريحة غريبة، وقبل ما تعرف الريحة هتبدأ تاخد نفسك بصعوبة وتتخنق بالتدريج. ولو صرخت وحاولت تستنجد بحد يلحقك، للأسف محدش هيسمعك ولا هيلحقك، لأن حيطان القلعة كلها بأوضها كانت عازلة للصوت. ولا اللي جوه هيسمعوك، ولا اللي بره هيحسوا بيك. ممكن تتخنق لوحدك أو تقع في فخ من الأفخاخ اللي منتشرة جوه القلعة. أما بقى لو حظك حلو فأنت هتموت على طول، لكن لو حظك وحش هتفضل في مكانك عاجز عن الحركة، وده هيدي فرصة لملك القلعة إنه يقتلك بنفسه. تعال نعرف مين مالك القلعة. اسمه دكتور هيرمان، وكان بيستخدم اسم حركي في كل عملياته، اللي هو دكتور هنري هاورد هومز، أو اتش هومز، أول قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا. دكتور هومز كان باني القلعة مخصوص علشان تناسب الهدف اللي هو عايزه، محاصرة وقتل أكبر عدد ممكن من الناس. علشان كده في وقت بنى القلعة كان بيغير مقاولين كتير من غير ما يكملوا شغلهم، علشان ما يبقاش عندهم فكرة المكان اللي هم شغالين فيه هيخلص ازاي أو ايه الهدف منه. دكتور هومز عمل تحت القلعة بدروم كبير بيتخلص فيه من الجثث بأكتر من طريقة، يا إما إنه يدوب الجثث في حمض قوي وما يبقاش ليها أي أثر، أو يحرقها في فرن مخصص لحرق الجثث كان عامله تحت الأرض، وبكده محدش يحس بيه ولا هو يحتار هيتخلص من الجثث دي ازاي. لكن الإشاعات حوالين القلعة كانت بدأت تزيد، وابتدت الجيران تتكلم وتقول إن في ناس كتير بتدخل القلعة وما بيشوفهمش وهم طالعين تاني. ساعتها دكتور هومز ساب القلعة وهرب من شيكاغو، وابتدى رحلة جديدة يكمل فيها سلسلة جرايمه. للأسف الجرايم اللي حصلت في القلعة واللي اتسمت بعد كده بقلعة القتل ما كانتش أول ولا آخر جرايم يعملها دكتور هومز. وعلشان نعرف أكتر مين هو دكتور هومز محتاجين نرجع بالزمن شوية
في مايو سنة 1861 اتولد هومز في عيلة غنية، ولأنه كان طفل ذكي من صغره كل الناس كانت بتتنبأ له بالنجاح. من وهو طفل صغير كان باين إنه مهتم بالطب، أو بالأخص التشريح. كان بيصطاد حيوانات صغيرة أو حشرات، وكان بيجرب فيهم التشريح. وفعلا لما كبر شوية وبقى سنه مناسب لدخول الجامعة دخل كلية الطب. لكن المفاجأة طلع إنه طالب متوسط في الجامعة، على عكس المتوقع منه وهو صغير. المشكلة ما كانتش في مستواه الدراسي بس، كان بيسبب مشاكل كتير، وكان في مشكلة منهم بتهدد تخرجه من الجامعة أصلا. خلال فترة الجامعة كان بيغري الستات الغنية أو الورثة إن هم يقعوا في حبه ويوعدهم بالجواز، وأوقات كان الموضوع بيوصل إنه يخطبهم فعلا، وبعد ما ينصب عليهم وياخد فلوسهم كان بيهرب ويختفي تماما. ولما الكلام بدأ يكتر عليه ساب كل حاجة وراح شيكاغو، واشتغل في صيدلية وسمى نفسه دكتور اتش هو. ومن يومها ده بقى الاسم اللي معروف بيه. لكن شغله كصيدلي ما كملش كتير، لأن صاحب الصيدلية مات، ودكتور هنري بقى هو اللي مسؤول عنها. وانتشرت الإشاعات إن هو اللي قتل صاحب الصيدلية علشان يستولى عليها. وبعدها بنى القلعة وقتل فيها عدد كبير جدا من الناس. في مصادر بترجح إن عدد المقتولين في القلعة وصل ل200 شخص. للأسف وقتها ما كانش فيه اهتمام كبير بالتوثيق الجنائي، فما فيش مصادر مؤكدة بالنسبة للأعداد. بعد ما دكتور هومز ساب القلعة وساب شيكاغو كلها بدأ يخطط لجرائم تانية. أولها هي جريمة احتيال على شركات التأمين. في الوقت ده كان له واحد صاحبه اسمه بانجمان، اتفق معاه انه هيشاركوا في العملية وهيمثلوا انه بيتزل مات علشان يخدعوا شركة التأمين ويدفعوا الفلوس. وقتها كان بيتزل مأمن على حياته في شركة التأمين، ولو مات في ظروف معينة الشركة ملزمة تدفع له فلوس. وفي الحالة دي الفلوس كانت هتروح لدكتور هومز، وبعدها يقسموها على بعض. للأسف بيتزل كان متجوز وعنده ولاد. بعد ما مراته اقتنعت إن بيتزل مات دكتور هومز تواصل معاها وبلغها إن جوزها لسه عايش بس مستخبي، وأقنعها إن 3 من ولادهم يسافروا معاه علشان يشوفوا أبوهم. للأسف مراته وافقت، ودي كانت فرصة مناسبة لدكتور هومز إنه يقتل الولاد ال3 وكمان يقتل بيتزل، وكل ده بس علشان يستولوا على الفلوس اللي خدوها من شركات التأمين. دكتور هومز اتحبس فترة في حياته بسبب تهمة الاحتيال، وخرج من غير ما يقضي وقت طويل. لكن بعد ما قتل بيتزل وعياله الإشاعات بدأت تكتر والبوليس بدأ يدور عليه. في نوفمبر سنة 1894 اتقبض عليه، وخلال المحاكمة اعترف إنه قتل 27 شخص. لكن الحقيقة هي إن في ناس من اللي اعترف إن هو قتلهم ما كانوش ميتين أصلا. والحقيقة إن بشاعة جرايمه وتعذيبه للضحايا في قلعة القتل محدش قدر يأكدها. هل هو قاتل؟ ده أكيد. هل هو قاتل متسلسل؟ ده برضه أكيد، لأن الحكومة قدرت تثبت عليه 9 جرائم قتل. لكن في مصادر كانت بتقول إن قصة ال200 شخص والقلعة هي مجرد قصص تداولتها الصحف الصفراء ومفيش أي إثبات عليها. في النهاية المحكمة أدانته على جرايمه للقتل، ده غير جرايمه
في النصب على الأفراد والاحتيال على شركات التأمين. ويوم 7 مايو 1896 تم تنفيذ حكم المحكمة، واتشنق دكتور هولمز، وانتهت قصة أول قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا. برغم من موته، الإشاعات حواليه لسه ما خلصتش. بعد أكتر من 100 سنة ظهرت نظرية جديدة. شخص باسم جيف اكتشف إن جده الأكبر هو دكتور هولمز القاتل المتسلسل، وابتدى يبحث أكتر في جرايمه لحد ما بنى نظرية عن طريق تطابق خط الإيد إن اتش هولمز هو نفسه القاتل المشهور جاك. وبعد نهاية القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب، وتقول لنا رأيك في الكومنتات. ولو عايز حلقات أكتر زي كده ياريت تعرفنا.